زودياك دندرة، واحد من أشهر وأعمق النقوش اللي سبع المصري القديم. نقش فلكي دائري نادر، كان مرسوم على سقف غرفة في معبد دندرة بمحافظة قنا، وبيجمع لأول مرة في لوحة واحدة النجوم، الأبراج، الكواكب، والتقويم المصري القديم. القطعة الأصلية اتنزعت واتخذت لفرنسا سنة 1821، والنهاردة موجودة في متحف اللوفر، والنسخة اللي في المعبد نسخة حديثة اتعملت مكان الأصل. طيب، اتعمل ليه أصلاً؟ الزودياك كان تقويم فلكي يحدد المواسم، مواعيد الزراعة والفيضانات، وكان خريطة سماء بتوضح مواقع الشمس والقمر والكواكب بالنسبة للأرض، وكمان كان رمز ديني مرتبط بالإلهة حتحور ومعتقدات الخلق والكون. وفوق كل ده، كان دليل بيستخدمه كهنة المعبد لمعرفة الأيام المقدسة والاحتفالات. أهم ميزة في زودياك دندرة إنه بيعرض ال 12 برج فلكي: الحمل، الثور، الجوزاء، السرطان، الأسد، العذراء، الميزان، العقرب، القوس، الجدي، الدلو، الحوت. والغريب إن بعض الأبراج مرسومة بشكل مختلف عن شكلها المعروف النهاردة، والأدق إنه بيوضح حركة 5 كواكب رئيسية: المشتري، زحل، المريخ، عطارد، والزهرة.